نيجي للدواء التاني وهو الدلتا فيت. والدلتا فيت بي 12 بيحتوي على مادة فعالة واحدة وهي السيانوكوبلامين، ودي بتنزل بتركيز 1000 مايكروجرام. ودي برضو صورة من صور الفيتامين بي 12، وبرضو ليه نفس الاستخدام. طب ايه الفرق؟ الفكرة ان السيانوكوبلامين بيكون ثباته في الجسم اعلى بكتير من الميثايل كوبلامين، لذلك بيكون افضل منه. لكن الميثايل تكنو بيكون افضل من السيانوكوبلامين في حالات معينة، زي مثلا مرضى الفشل الكلوي. طيب ايه هي دواعي استعمال الدلتافيت ب 12؟ او ايه هي استخدامات الدلتافيت ب 12؟ اول حاجة بيستخدم لعلاج الانيميا ونقص فيتامين ب 12. كمان بيستخدم لعلاج التهاب الاعصاب الناتج عن نقص فيتامين ب 12 وخصوصا مرضى السكر. كمان بيستخدم لعلاج التعب والارهاق لانه بيزود النشاط والحيوية، بالاضافة الى انه بيوصف في حالات نقص التغذية خصوصا عند النباتيين وكبار السن. وبرضه بيخفف من التوتر العصبي وبيكون كويس لمرضى الاكتئاب. وخد بالك كمان إنه بيدخل في تجديد الخلايا والبروتين وتكوين كريات الدم الحمراء. طيب إيه هي بقى الآثار الجانبية للدلتافيت ب 12؟ أو إيه هي أضرار الدلتافيت ب 12؟ أول حاجة بيسبب اضطرابات في المعدة زي الغثيان والقيء. كمان في بعض الحالات ممكن يسبب إسهال، وفي بعض الحالات برضه ممكن يسبب طفح جلدي واحمرار في حالة إنه عنده حساسية من مكونات الدواء. لكن في الغالب الأعراض دي قليل إنها تحصل. طب إيه هي جرعة الدلتافيت ب 12؟ أو إزاي نقدر نستخدمه؟ الجرعة الاعتيادية بتكون قرص تحت اللسان مرة واحدة يوميا. والدلتافيت ب 12 بيكون متوفر في الصيدليات بسعر 31 جنيه للعلبة الواحدة. وخد بالك إن الدلتافيت ب 12 بيكون ليه بدايل بنفس المادة الفعالة زي البي 12 اس ار، لكن ده بيكون عبارة عن كبسولات بتتبلع عادي.